مليون ونصف مليون مبروك للمنتخب المغربي. الحمد لله بليلة الأمس عشنا فرحة من طنجة إلى الكويرع، وسوف نشاهد مشاهد من قلب العيون، قلب الصحراء المغربية التي احتفلت بهذا الانتصار الكبير بالميدالية البرونزية. مع هذا الاحتفال هناك صدمة عاشتها مصر. ماذا حدث بمصر؟ أولا، نجل الرئيس المصري الأسبق يعلق على الهزيمة القاسية لمنتخب الفراعنة، فماذا قال؟ علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ب6-0، وقال إنها هزيمة ثقيلة وفضيحة لمنتخب مصر الأولمبي، وفوز تاريخي ومستحق لرجال منتخب المغرب الشقيق، والحصول على أول ميدالية أولمبية برونزية لفريق عربي بكرة القدم هو فخر لنا جميعا. أضاف: ألف مبروك للمغرب وللشعب المغربي الشقيق. وما أجمل عندما نرى مصر بأكملها فرحة لفوز المنتخب المغربي وكأن مصر هي التي فازت. لكن طبعا هزيمة 6-0 لابد أن يكون لها صدى كبير. المغرب يتسبب باجتماع طارئ داخل مصر. دعا السفير محمد مرسي إلى إقالة جميع قيادات الرياضة المصرية على الفور، وإجراء تحقيقات شاملة لكشف جذور الفساد والإهمال التي أدت إلى هذا المستوى المتدني للرياضة المصرية. أكد مرسي أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة حالة الاحتقان الشعبي التي وصلت إليها الرياضة المصرية. قال السفير المصري: ننهزم 1-0 مقبولة، 2-0 لم يحالفنا الحظ، 3-0 لدينا أخطاء مع المدرب، 4-0 5-0 6-0 هذه فضيحة. دخل المحلل السياسي عمرو الشوبكي على الخط وأشاد بالمنظومة الرياضية المغربية. هذا يعني بدلا من أن تقول مصر أن هذه فضيحة عليها أن تشيد بالمنظومة الكروية المغربية، لأن المنظومة الكروية المغربية التي يملكها المغرب هي التي أدت لوصولنا للبرونزية. ومع ذلك مصر طالبت بإجراء تغييرات بإقالة وزير الرياضة والمدير الفني للمنتخب وتسريح معظم اللاعبين. لم تحدث من قبل إقالة وتسريح لاعبين. لنكن واقعين، هزيمة 6-0 على ما يبدو فضيحة كبيرة، خصيصا أن العالم بأكمله تغنى بأشبال الأطلس بعد هذه الملحمة التاريخية التي قادوها بعد مونديال قطر 2022. لماذا نقول ذلك؟ بأقل من عامين رابع كأس العالم وثالث الأولمبياد، كرة القدم المغربية إذن لم تعد ترضى سوى بمربع الكبار. الكرة المغربية تبصم على نجاح تلو النجاح، وبالتالي لم نعد نقبل إلا بالتواجد بعرش الكبار. طبعا مع هذه الإشادة الكبيرة التي أتت من مختلف أنحاء العالم، لأن أشبال الأطلس لديهم متابعين على مختلف أنحاء العالم إلا أبواق الجزائر. التلفزيون الرسمي الجزائري اكتفى بالقول أن المنتخب المصري بالمرتبة الرابعة برياضة كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، أي أن الجزائر اكتفت بالإعلان عن المركز الرابع ألا وهو منتخب مصر، ولم تذكر الميدالية البرونزية ولا المركز الثالث للمنتخب المغربي. وما يفعله الإعلام الجزائري الآن ليس غريب، سبق وشاهدنا ذات الأمر أيام مونديال قطر 2022 وكيف كانوا يبتعدون عن ذكر اسم المغرب عندما كان يفوز بالمباريات. عندما انهزم المغرب أمام إسبانيا طبل وزمر الإعلام الجزائري. الآن بعد الحصول على البرونزية المغرب بوفوبيا أصاب الإعلام الجزائري، خصيصا بعد الفرحة الكبيرة التي عاشها أيضا المغاربة قلب العيون. دعونا نستمع لما قاله إبراهيم دياز على هذا الفوز
دياز الذي كان يجب أن يكون حاضر بالأولمبياد، لكن إسبانيا لم ترخص له. فماذا قال ابن المغرب دياز؟ إبراهيم دياز احتفل رفقة أسود الأطلس بهذا الانتصار الكبير. ومن دياز دعونا ننتقل على الفور إلى رحيمي. رحيمي الذي لم يتواجد بكأس العالم 2022 أيام إنجازات مونديال قطر. رحيمي عوض الفرق بأولمبياد باريس. رحيمي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. أتعلمون أن رحيمي ساهم بنصف الأهداف الستة التي سجلها منتخب بلاده خلال المباراة التي حسمها بنتيجة 6-0 أمام مصر، إذ أنه سجل الهدفين الثاني والرابع بينما كان صاحب التمريرة الحاسمة لزميله أكرم النقاش. زاد على ذلك أيضا انتشرت صور جديدة بين رحيمي وناصر الخليفي، وهذا ما أكد الإشاعات التي خرجت مؤخرا لتقول أن رحيمي سوف يذهب إلى باريس سان جيرمان بعد المفاوضات المتعددة باستقطاب خدمات اللاعب. ذات الشيء بعد أن انتهت مباراة المغرب ومصر تم تداول صور نشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي جمعت بين رحيمي وناصر الخليفي، وحسب تقارير مسربة تقول أن هناك مفاوضات بين الطرفين لاستقطاب اللاعب لباريس سان جيرمان لتعويض المهاجم كيليان مبابي. زاد على ذلك ناصر الخليفي منبهر بلياقة رحيمي البدنية وأيضا إصراره على تحقيق الفوز بشكل مستمر. وتواجد لرحيمي على ما يبدو بباريس سان جيرمان سوف يكون خبر هام للغاية بمسيرته الكروية. على الفور الآن ننتقل إلى مدرب المنتخب الأولمبي طارق السكوتي. قال: ما وصلنا إليه بالأولمبياد هو ثمرة لجهود جامعة الكرة واجتهاد ومثابرة اللاعبين. زاد على ذلك أكد أنه بجانب وليد الركراكي كان يعطي التعليمات للاعبين. وإجابة عن التساؤلات التي انتشرت بالآونة الأخيرة التي تقول لماذا الركراكي وجد بغرفة الملابس، أضاف مدرب المنتخب الأولمبي أن الهدف المشترك بيني وبين أخي الركراكي هو تحقيق النجاح للكرة المغربية بجميع المستويات، وأن التعاون بين المدربين الوطنيين يساهم بتحقيق هذا الهدف. يذكر أن ظهور الركراكي بمستودع ملابس المنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد شكل جدل كبير حول لماذا كان متواجد، والآن مدرب المنتخب الأولمبي أنهى الجدل. إذا لا صحة للإشاعات التي تقول أن الركراكي هو الذي يتحكم بشؤون المنتخب، لأن القرار يأتي ثنائي ومشترك بين المدربين. ومن كان يقول أن لقجع سوف يقيل مدرب المنتخب الأولمبي بعد البرونزية، شاهدوا هذا العناق. هذا العناق هو أكبر رد على تلك الإشاعات. هذا أولا. ثانيا، مدرب المنتخب الأولمبي حصل على منصب جديد. الجامعة الملكية تكلف طارق السكوتي بمهمة جديدة. قررت الجامعة الملكية المغربية تكليف طارق السكوتي بالسهر على تدريب منتخب أقل من 18 سنة بعد نجاحه بقيادة المنتخب الوطني لأقل من 13 سنة للوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بباريس. كشف مصدر مسؤول بالجامعة أن مدرب المنتخب الأولمبي سيشرف على تدريب منتخب أقل من 18 سنة كذلك، أي مهمة إضافية خلفا لسعيد شيبة الذي انتقل إلى الفتح الرباطي بهدف إعداد المنتخب الوطني لأولمبياد أمريكا 2028. وأوضح المصدر أن غياب التزامات رسمية للمنتخب لأقل من 13 سنة بالسنوات الثلاث المقبلة دفع الجامعة لتكليف السكوتي بهذه المهمة. طبعا ازدادت ثقة لقجع بمدرب المنتخب الأولمبي بعد الإنجاز التاريخي الذي سطر عليه أمام مباراة مصر. فهنيئا لمدرب المنتخب الأولمبي هذا المنصب الجديد، وهنيئا لسفيان بقالي دخول الفيفا على الخط لتنهي الجدل حول الإشاعات الكاذبة التي أتت من هنا وهناك خصيصا من اللاعبين الإثيوبيين. قال البقالي: نتأسف لسقوط العداء الإثيوبي
وأنا بدوري تعرضت لمضايقات واحتكاكات طيلة السباق من عدائين اثيوبيين بمحاولة لإسقاطي، وهذه أول بطولة تعرضت فيها لهذا الشكل من المضايقات. نحن عدائين وخص المنافسة تكون بيننا شريفة. تصريح سفيان البقالي يؤكد أنه تعرض لمضايقات، والاتحاد الاثيوبي عندما يأتي ليتهم البقالي أنه هو من جعل زميله يسقط، إذا تصريحات غير منطقية. لذلك الفيفا رفضت احتجاج واعتراض الاتحاد الاثيوبي. الاتحاد الاثيوبي عمل على نظرية ضربني وبكى سباني واشتكى، لكن الآن الفيفا انتصرت للحق. وبما أننا قلنا أن ما حدث مع بقالي شكل جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دعونا ننتقل للجدل الآخر الحادث بخصوص إيمان خلف. بعد الضجة التي وصلت لمجلس الأمن الدولي أي الأمم المتحدة، وبعد شكاية إيطاليا وهنغاريا ودول عدة بسبب معرفة جنس إيمان خلف، الاتحاد الدولي للملاكمة قرر قبل إجراء مباراة النهائي بإعادة الفحوصات. ماذا يعني ذلك؟ الاتحاد الدولي يريد أن يتأكد من المعلومات التي خرجت عن اللجنة الأولمبية، فإن كانت هذه المعلومات خاطئة وتم التأكيد أن إيمان خلف هي ذكر وليست أنثى، بالتالي سوف يتم إقصاء وسوف يتم إعلان الفائزة التي هي منافسة إيمان خلف بالمباراة النهائية. فلذلك الإعلام الجزائري بصدمة كبيرة الآن، متخوف من أن يتم إقصاء إيمان خلف وضياع الذهبية التي تراهن عليها الجزائر اليوم، ولو تراهن عليها رغم الاعتراضات والاحتجاجات العديدة التي أتت. أتعلمون أن حفيظ الدراجي يوميا ينشر أكثر من 50 تقرير داعم لإيمان خلف؟ وهذا الأمر شكل جدل. قالوا أحد النشطاء الجزائريين للدراجي: يا دراجي أنت متواجد وتعلق ليل نهار على ما يحدث مع إيمان خلف، لماذا لا تسلط الضوء على الأزمات الأخرى التي تعيشها الكرة الجزائرية من فساد ومردة؟ الدراجي على ما يبدو يحاول استغلال قضية معينة من أجل إعادة الأضواء عليه، لأننا نعلم أنه لن يكون حاضر بكأس أفريقيا 25 بسبب سن التقاعد. زد على ذلك ضجة أحدثها مؤخرا بسبب تصريحاته المستفزة حول فوز المنتخب المغربي. دعونا نكون واقعيين، من يفوز بنتيجة 1-0 نستطيع أن نقول عن طريق الصدفة، من يفوز ب2-0 نقول حظ، 3-0 هل 3-0 نستطيع أن نسميها حظ؟ لنسميها حظ 4-0 5-0 6-0 نتيجة 6-0 أيضا يسميها الدراجي حظ. كيف لهذا أن يحدث؟ كيف لنتيجة 6-0 أن تسمى حظ؟ هذا فوز مستحق، فوز مستحق انتزعه المنتخب المغربي بكل جدارة واستحقاق. لماذا يريدون تخطيط الشمس بالغربة؟ عن طريق الحظ هزمنا منتخب مصر بنتيجة 6-0. أغرب ما يمكن أن نسمع من تصريحات تأتي عن الأبواق الجزائرية بعد أن قاموا بحذف النتيجة وحذف اسم المغرب. لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ما يبدو هذه العقدة أصبحت مستمرة إلى ما لا نهاية، وبسبب عدم تواجده بكأس أفريقيا بالمغرب 2025 يحاول الهرطقة ليل ونهار والتشويش على إنجازات المنتخب المغربي، كما حاولوا ذات الشيء أيام كأس العالم مونديال قطر 2022. ولا ننسى تهنئة جلالة الملك محمد السادس للمنتخب المغربي فردا بهذا الانتصار الكبير. إذن المملكة المغربية اليوم تشجع لاعبيها على الاستمرارية بشكل أكبر. عندما نرى رسالة من جلالة الملك، عندما نرى الجمهور المغربي يعم أرجاء المدرجات بأكملها، إذن الكرة المغربية لديها لمسة خاصة اليوم. الشعب المغربي أصبح عاشق للكرة، ونقول لسفيان البقالي هنيئا لك بالأولمبية الذهبية، والذهب للذهب. أتعلمون أيضا أن الجامعة الملكية المغربية خصصت مكافأة إضافية للمنتخب المغربي؟
بعد هذا الإنجاز بالأولمبياد، مع العلم أن المنتخب المغربي سوف يحصل على 40 مليون سنتيم لكل لاعب تقديرا لمجهودهم. ولا بد أن نسلط الضوء على الرسالة الجميلة التي أتت من إنفانتينو رئيس الفيفا الذي تغنى بدوره بالمنتخب الأولمبي. بادرة جميلة من إنفانتينو عندما تغنى بأشبال الأطلس وقال: هذا الأمر ليس بغريب أو عجيب، لأننا كنا نحضر أشبال الأطلس وشاهدنا ماذا فعلوا أسود الأطلس أيام مونديال قطر 2022. استمتعنا بمشاهدة جميع مبارياتكم، واستمتعنا كثيرا بآخر مباراة التي هي الميدالية البرونزية، لأنكم أثبتتم أنكم مليئين بالطموح والإصرار على تحقيق الانتصار المستحق.